السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبالصحه والسلامه. واليوم البنات جيت نشارك معكم واحد المقبله اللي الوقيته ديالها هذه الفول مشرمل بالطريقه ديالي. نتمنى البنات تعجبكم وتجربوا الطريقه ديالي، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك. وكنشكركم البنات بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كتشجعوني بها. يلا هالبنات نبداو بسم الله. ودابا البنات بعد ما غسلتوه بحال هكا وخليتوه يسقطر غندوز نبقيه معاكم. ساهله البنات في التنقيه، تنزولوا لها البنات غير هاد الراس وهاد الجناب هادو بحال هكا. هاد البنات باش ما كيطيب ما كيجيوش باينين بحال هاد الشكل. كيجي البنات كيجي كما مقبله كيجي مزيون. والوقيته ديالو هذا نحاولوا نستغلوه بهذا الشكل البنات. باش ما نطولش عليكم البنات تنبقيو بهذه الطريقه هذه، وكندوزو غنقطع معكم انا غير هاد شويه باش ما يجيش الفيديو طويل. تندوزو البنات كنقطعو بهذا الشكل بحال اللي تنقطعو البقوله. هو البنات كيكون شويه غليظ هكا، ما كنقطعوش رقايق باش ملي كنشرملوه تيجي باين بهذه الطريقه البنات. صدقوني البنات كيجي رائع الصراحه، والله الا تيجي زوين. بحال دابا هكا شي وحده الا لقيناها غليظه والقشره ديالها غليظه ما تنقطعوش كامل بالجلوف ديالو، كاين اللي تنقطعوه بالجلوف ديالو اللي رقيقين. ملي تيكونوا هكا غلاظ بحال هذا الشكل هذا تنقيوهم بهذا الشكل البنات. غنستمر البنات نقطع هذه الكميه كامله باش ما يجيش الفيديو طويل ونرجع معكم. منتهى القوة، وايه يعني ما يقولوا ما طول عمر الكلام ببلاش. وطبع الناس لو اديتها عينيك هتقول ما يعجبهاش، هتتنكد ما تتنكد ما حدش فاضي ولا داري، هيتلموا نلاقوك واقف ولما تميل ما تلزمهاش. صافي البنات بعد ما قطعتو كامل بهذا الشكل هذا، الا بغيتو البنات ديروه نتوما في الهاشوار لكم الاختيار. غير ملي نجيو طحنوا في الهاشوار ما تبركوش عليه بزاف باش ما يجيش رقيق بزاف. خديت البنات هنا طنجره درت فيها الماء، غنردو البنات هكا يتبخر وغنخليها البنات واحد 30 دقيقه ولا 45 على حساب الفول. منين يتبخر البنات نتلاقى معكم. صافي البنات بعد ما كتقلبوا هكا وتتصيبوا هكا طاب بحال هذا الشكل هذا تنزولوها البنات من الكسكاس باش نحاولوا البنات نمعسوه. هو سخون تناخذ هاد المعاسه انا به تنمعسو. تحاولوا البنات تمعسوه منها تيتماس منها كيتصفى من داك الماء باش كيجينا ناشف بهذه الطريقه البنات. هذه معسوه مزيان البنات، راه كيتماس بسهوله الا معسوه هكا هو سخون دغيا كيتماس. من بعد البنات خديت هنا واحد 4 ديال الطريسات ديال الثومه حكيتهم. خديت هنا معلقه كبيره ديال القزبر، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه ديال الهريسه، وتنضيفوا البنات زيت الزيتون التشرميله العاديه المغربيه ديالنا البنات. وما تنضيفولوش التحميره باش ما كيبقى محافظ على اللون ديالو. صافي البنات كنخليو هاد الشريميله هكا تتشحر شي شويه. صافي البنات بعد ما كتشحر شويه كتسخن هاد الزويته كنضيف البنات داك الفول اللي معسنا. صافي البنات كنحركو في هاد الشريميله مزيان. صافي البنات كنبقاو نشحرو هكا مزيان حتى كيوقف البنات الزويته ديالو. قلوا له الماء في البوطه خليه يشرب داك الشرموله مزيان. يلا هالبنات نشوفوا الطبق التقديم ان شاء الله. الفول ديالنا البنات وجد كيجي البنات على هذا الشكل هذا، تيجي مزيون البنات وتيجي لذيذ. نتمنىكم البنات تجربوه بالطريقه ديالي ويعجبكم.
وكنشكركم البنات بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كتشجعوني بها. وشاركت معكم البنات الغديوه ديالي البسيطه، رفقت بها الطاجين هذا بالجبانه والبطاطا. كنتمنىكم البنات تعجبكم وكنشكركم بزاف، ودمتم في رعايه الله. الى فيديو لاحق ان شاء الله.